ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما، واتمنى الحاجه اللي انا بعملها تعجبكم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. عدى رمضان. ربنا يعيده علينا بالخير جميعا يا رب. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. النهارده راجعه لكم بطريقه التسالي بقى. احنا خلصنا ال- البسكوت والبيديفور هينزل لكم ان شاء الله، والغريبه باذن الله. ومعانا دلوقتي الترمس، جه ميعاد الترمس وميعاد الحلبة. طبعا الترمس دوت انا نقعته وسلقته. بيتسلق طبعا، كلنا عارفين بقى، مش هوريكم يعني طريقة الترمس بيتسلق ازاي، كلنا دكاترة وواش مهندسين وعارفين يعني. الترمس جبناه ونقعناه، بتنقعيه مثلا من بالليل للصبح، وبعد كده بتغسليه وبتحطيه في حلة على النار. مش بتضيفي له اي اضافات خالص، بتعمليه بتحطي عليه الميه. يعني بتعوميه ميه على حسب المقدار اللي انت حطاه. وبعد كده بتخليه يغلي غلوتين ثلاثه، غلوتين ثلاثه. مش تقعدي تغلي فيه. لو قعدتي تغلي فيه كتير هيمزلق معاكي، ماشي، مش هيبقى جامد زي ده كده. دوت بقاله يومين انا عاملاه اهو. بصوا اهو. لان كل ما يقعد معاكي هتحطي عليه ملح، وكل ما هيقعد معاكي هيستوي اكتر. فانتي هتخليه ياخد غلوتين ثلاثة، وبعد كده بتنزليه يهدى شوية، وكل يوم تغيري، تحطي مية وتكبيها، تحطي مية وتكبيها لحد المرارة بتاعته ما تنزل. بعد كده تقومي جايبه حبة ملح وايه، وحطاه فيها برضو، نقعاه فيها، وحطيه في علبة في التلاجة، عشان لو سبتيه بره القشرة دي هتبقى تعمل ريم معاكي وتمزلق، تبقى زي بتاعة القلقاس كده، مش حلوة ومش هتبقى ظريفة. فتاخدي منه على قد ايه الاستخدام بتاعك. تمام. ادي كده الترمس. معانا الحلبة اللي بتبقى مع الراجل بتاع الترمس. ايه هي الحلبة؟ الحلبة المنبتة. الحلبة المنبتة دي يعني هو في كتير مش بيقبلوا عليها، بس انا قلت ايه، نعملها كده ونجرب ونشوف ايه النظام. هنعمله ايه بقى دلوقتي؟ انا نقعتها من بالليل للصبح. نقعتها يعني تنقعيها من بالليل للصبح، تمام، يوم كامل. يوم كامل عشان تنزل المرارة بتاعتها. انا لسه يعني نقعها بقالي يوم، من بالليل لحد دلوقتي بالليل، يعني يوم من بالليل لبالليل، تمام. بتنقعيها وتفضلي كل شويه تغيري من عليها الميه، بتلاقي الميه بتاعتها صفرة، بتغيري من عليها الميه لحد ما تبقى بيضه وحلوه كده، زي ما انتوا شايفين في الطبق اهو. ماشي. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هوريكم هنعمل ايه بقى. لان الترمس ده نركنه على جنب، احنا كده عارفين الترمس طبعا. ماشي. وهنشوف بقى الحلبة دي اللي هي بتبقى مع الراجل بتاع الترمس على الكورنيش. ديت حاجات بلاستيك، او عايزه تعمليها في فناجيل، في كوبايات، اللي يعجبك. بس انا يعني انا مش عامله كميه كبيره، انا عامله كميه ايه، نشوفه هيبقى نظامها ايه مع بعض كده. وبعدين محدش يعني بايديا، يعني مجرد ايه، تسالي كده يعني. ماشي. دي انا بلاها، يعني نقعاها من بالليل لتاني يوم بالليل. واما تنبت بقى انا هوريها لكم. هي يعني مش هتقعد كتير، او ممكن تقعد يوم او اتنين بكتير وتلاقيها منبته. بس انا حبيت ان انا اوريكم اول خطوه، وطبعا لما تنبت بقى هبقى اوريها لكم ان شاء الله في العيد باذن الله. على حسب الكميه اللي انت عايزاها. ماشي. خلاص كده احنا خلصنا. الكميه بتاعتنا بسيطه ازاي، الكميه بسيطه. هنعمل ايه بقى؟ طبعا احنا هنسيبها كده هي مبلوله. ماشي يا حبايبي. هي انا طبعا غسلها كويس جدا زي ما قلت لكم، يوم بليله كده. ماشي. منقوعه كويس جدا، وبتصفي من عليها الميه كل شويه عشان المراره بتاعه الحلبه تنزل معاكي. تمام. ادي كده اهو زي ما انتم شايفين.
حبيبتي يا زازا. خلاص كده هتجيبي فوطه نظيفه. طبعا هي كده ما فيهاش اي ميه، يعني زي ما انتوا شايفيني كده انا عملت فيها ايه. ماشي، هي كده هنفضي فضيناها زي ما احنا شايفين اهو، وفوطه نظيفه بتاعت المطبخ. وهتعملي ايه بقى؟ هتعملي ايه؟ هتغطيها كده، وكل ما وهتحطي ميه بايدك كده اهو تندي الفوطه. ليه بقى تندي الفوطه؟ يعني انا ممكن اشطف الفوطه تحت الحنفيه، اسهل حاجه هشطفها تحت الحنفيه واجيبها. استنوني دقيقه واحده. بصوا حبايبي، انا كده نديت لكم الفوطه اهي، شطفت الفوطه تحت الحنفيه اهي. ماشي، هنقعد بقى نبلها. لا، شطفتها تحت الحنفيه اهي، وتغطيها كويس. ماشي، وتغطيها كويس كده. الفوطه دي نظيفه. ماشي، خلاص انا كده غسلت الفوطه تحت الحنفيه من غير اي حاجه. وكل شويه او كل ما تلاقي الفوطه نشفت معاكي، يا تاخديها تبليها تحت الحنفيه وتعصريها وتيجي تحطيها، يا اما زي ما انا ما بعمل كده تقومي مرشرشه عليها ميه. ليه بقى؟ عشان تساعدي طبعا الحلبه ان هي تنبت. طب ما هي هتنبت ازاي؟ اهي، يوم يومين وتبقى معاكي تمام التمام. ماشي، ادي كده طريقه الحلبه زي ما انتوا شايفينها اهي. اهي، تغطيها بقى كده وانت رايحه تحطيها في المطبخ على الرخام، وانت رايحه وانت جايه لقيتي الفوطه نشفت، تقومي شطفها تحت الحنفيه. وبعد كده يا اما مش عايزه تشطفيها تحت الحنفيه، تعالي على كل طبق وقومي عامله كده بايدك كده اهو، حاجه بسيطه كده اهو. اهو خلاص كده بقى، تسيبيها يوم يومين معاكي هتبقى تمام زي الحلبه اللي بتلاقيها مع الراجل بتاع الايه، الترمس. واقول لكم ايه بقى، ان شاء الله هتشوفوها في العيد باذن الله وهي منبته وحلوه كده، وادي الترمس. واتمنى ان شاء الله تجربوها ونشوفها مع بعض هتبقى شكلها ازاي ان شاء الله. بس حاولي بقى اعمليها عشان تلحق تنبت معاكي، مش هتاخد اكتر من يومين ان شاء الله. وطول ما انت رايحه جايه كده بايدك وبليها عشان تنبت معاكي. وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى ان هي تعجبكم ان شاء الله. حبايب مطبخ عزة واكلاتها المصريه. مع السلامه.